فيلمنا النهاردة بيبدأ بقط صغير بعيون ملونة، والقط ده اسمه باكت، واللي بيبدأ يحكيلنا عن نفسه أيام لما كان لسه صغير، وبيقولنا إن أصحابه باعوا البيت وسابوه لوحده في الشارع، وعلشان كده هو فضل يدور كتير على أي حد ياخد باله منه. وهنا بنروح لبنت اسمها روز، وبنشوفها وهي بتسوق العربية بطريقة عشوائية، واللي بتتكلم في التليفون مع مديرها اللي اسمه كريفن، وبنفهم من كلامها إنها عالمة، وبنعرف إنها شغالة في تطوير مصل لتقوية مناعة النحل. ووقتها كريفن بيوضح لها إنها لازم تخلص المصل اللي هي شغالة عليه علشان تقدر تقدمه في المؤتمر العلمي، وبيشرح لها كريفن إن المؤتمر ده هيبقى فيه عدد كبير جدا من الأشخاص المهمين، فبتتفاجئ روز لأن الوقت ده مش كافي بالنسبة لها. ولكن بالرغم من كده كريفن ما بيهتمش وبينهي المكالمة. وفي اللحظة دي روز ما بتكونش مركزة وهي سايقة العربية، وبتتخض أول ما بتشوف باكت وهو بيعدي الطريق، وبتوقف العربية على آخر لحظة قبل ما تتصدم بيه. وهنا بنشوف باكت وهو بيخبط نفسه في العربية وبيمثل وقتها إنه اتصاب، ووقتها روز بتتعاطف معاه وبتاخده وبتروح لمركز رعاية الحيوانات، وهناك صاحبة المكان بترحب بيها وبتحاول تطمنها على حياة باكت اللي بيحاول يستعطفها. ووقتها بيمثل إنه ميت، ولكن فجأة في عصفور بيجي يضايقه وبيقعد فوقه وبيجبره على إنه يتنفس بالعافية، وفعلا باكت بيتحرك قدامهم. فبتفرح روز هي وصاحبة المكان اللي بتفكرها إن القطط عندها 9 أرواح. ووقتها روز ما بتهتمش بكلامها وبتبقى عاوزة تمشي علشان تروح، لكن وقتها صاحبة المكان بتعرض عليها إنها تتبنى باكت، وده لأنه باين من تصرفاته إنه قط وحيد. وفي البداية روز بتبقى رافضة الفكرة لأنها مشغولة بتطوير المصل، لكنها بمجرد ما بتدرك إن باكت محتاج لها بتغير رأيها، وفعلا بتاخده معاها في العربية وبتنطلق. وبيبان وقتها إنها معجبة بشكل عيونه الملونة. ووقت ما هما في الطريق باكت بيفضل يتريق على سواقة روز المجنونة، وبعد شوية هما الاتنين بيوصلوا للبيت اللي بيكون موجود في مكان لوحده وسط الأشجار. وهناك باكت بيتصدم لما بيشوف إن البيت متبهدل جدا، وإن كل حاجة فيه مرمية في مكانه ومش مترتب نهائي. ولكنه بالرغم من كده بيفرح لما بيعرف إن مفيش أي حيوانات أليفة غيره. وفي الوقت ده بيبان إن روز فرحانة جدا بوجوده معاها، واللي بتكون لسه مش متعودة عليه وبتحطه في الغسالة بالغلط. ولما بتكتشف اللي هي عملته بتفضل تضحك، وبتقرر وقتها تسميه باكت. وبتعدي الأيام وبنشوف روز وهي شغالة على تطوير المصل، وبنلاحظ إنها بقت بتهتم بباكت وكمان بتقدم له كل الحب اللي هو محتاجه، وبتجيب له كمان هدايا كتير علشان تفرحه، وبتعمل له شجرة لعبة علشان تسليه. وفي الوقت ده بيبان إن باكت مستمتع جدا بحياته معاها. وفي يوم من الأيام باكت بيروح يلعب مع النحل اللي بمجرد ما بيلمسه بيلدغه، وبتروح روز تطمنه وبتشيله الشوك من رجليه وبتفهمه إن النحل بيموت بمجرد ما بيستخدم إبرته، وبتفضل تواسيه وتلعب معاه علشان تفرحه، وبتعرفه إنها هتفضل تحبه وتهتم بيه طول الوقت. فبيهدى باكت وبينام وهو مطمن وفرحان جدا. وبتعدي أيام كتير وبنشوف باكت وهو بيصحى من النوم وبيبان إنه كبر وتخن، وكمان بيبان عليه إنه بقى قط كسول جدا، واللي بيتخض لما بيشوف عربية غريبة وصلت للبيت، وفجأة في شخص غريب بينزل منها. وبمجرد ما روز بتشوف الشخص ده بتستخبى بسرعة، وبتفهم باكت إن ده زميلها اللي اسمه لاري، وبتوضح له إن غريب الأطوار فعلا ولكنه عبقري فيما يخص النحل. وفي الوقت ده باكت بيفضل يتريق على شكل لاري وكمان على لون شعره. أما روز فبتروح تفتح له الباب وبتلومه لأنه سابها لوحدها، فبيعتذر لها لاري وبيسألها عن التقدم اللي وصلت له في تطوير المصل. وهنا بنلاحظ إن باكت مش حابب وجود لاري، وعلشان كده بينقض عليه وبيهاجمه بمنتهى العنف. وفجأة لاري بيتعب وبيكتشف إن عنده حساسية من القطط، وفي اللحظة دي روز بتجيلها فكرة لتطوير المصل اللي هي شغالة عليه، ووقتها لاري بيكون فاهم هي بتفكر في إيه وبيروح يساعدها، ووقتها بيشتغلوا هما الاتنين مع بعض. وفي الوقت ده باكت بيكون متعصب جدا من وجود لاري، وبيبقى حاسس إن في يوم من الأيام هياخد روز منه، وعلشان كده بيقرر يستغل حساسيته اتجاه القطط. وهنا بنفهم من كلام روز إنها هتستخدم الحساسية في تطوير المصل، وفعلا لاري بيساعدها في كتابة المعادلة اللي هم محتاجينها في تطويره. ولما بيجيب لاري بيتزا بالليل بيروح باكت وبيمشي عليها علشان يصيبه بالحساسية، وفعلا أول ما لاري بياكل منها بتبان عليه أعراض التعب، فبتنصدم روز بمجرد ما بتشوف الأعراض اللي ظهرت عليه وبتتعاطف مع مرضه، وده اللي بيخليها تخرج باكت بره البيت، وبتفهم لاري إنها هتدخله كمان شوية وبترجع تشتغل على المصل بتاعها. وبنروح بعدها لباكت اللي بيكون متضايق جدا من اللي حصل، واللي لما بيجي يدخل من فتحة القطط اللي في الباب ما
بيقدرش، وده لأنه تخن. وتاني يوم بنشوف روز وهي بتقول إنهم لازم يروحوا يقابلوا كريفن، وده علشان يعرفوه الفكرة اللي هم شغالين عليها. وبنروح لباكت اللي بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه مرمي وسط القمامة، ووقتها بتجيله فكرة مجنونة وبيقرر يعطل عربية لاري علشان ما يروحش مع روز، وبيضحك ضحكة شريرة جدا وبيضرب الفار اللي جنبه وبيتسلل بهدوء من غير ما روز تاخد بالها، وبياخد المفتاح وبيروح لعربية لاري وبيفك مسامير العجل كله. ولكنه بعدها بيتصدم لما لاري بيروح مع روز بعربيتها، وبيتصدم أكتر لما العجل بيخرج من مكانه وبيتسبب في إن العربية تقع. وفجأة باكت بيلاقي نفسه راكب في مصعد بيوصله لمكان غريب، وفي المكان ده باكت بياخد رقم وبيستنى دوره. وبنرجع تاني لروز اللي بتقدر تقابل كريفن وبتعرفه على لاري، ووقتها كريفن بيرحب بيهم هما الاتنين وبيبدأ يتكلم معاهم، وبيفكر روز إن في أشخاص مهمين مصرين إنها تقدم المصل اللي هي شغالة عليه في المؤتمر العلمي. وبيمثل وقتها إنه فرحان لما بتقوله إنها هتستخدم الحساسية في تطوير المصل بتاعها، وبيأكد لها إن أهم حاجة عنده هي سلامة النحل. وبعد ما المقابلة بتنتهي لاري بيركب العربية مع روز وبينطلقوا هما الاتنين، وبيبان عليهم إنهم في قمة سعادتهم. وبنروح بعدها لكيرفن اللي بيكون متضايق ومتعصب جدا، وبيطلب من أتباعه إنهم يروحوا لبيت روز ويدمروا المصل اللي هي شغالة عليه. وهنا بنروح لباكت اللي بيمل من الانتظار وبيخدع القط اللي جنبه وبياخد دوره وبيروح يقابل صاحبة المكان اللي اسمها جريس اللي بتعرفه إنه مات، وبكده هو خلص أرواحه ال9. فبيتصدم باكت وبيقول لها إن دي لسه الروح الرابعة، لكن وقتها جريس بتفكره بكل مرة هو مات فيها. فبيتأثر باكت وبيحزن جدا لأنه مش عايز يموت، وبيقول لها إنه 9 أرواح مش كفاية، وبيحاول يستعطفها وبيفهمها إنه بيحب صاحبته روز وإنها هي كمان بتحبه وبتعتبره عيلتها، وبيوضح لها إنه عاوز يرجع لها علشان يرد لها كل اللي هي عملته معاه. فبتتأثر جريس بكلامه وبتقوله إنه هياخد 9 محاولات جديدة ولكنهم هيكونوا مختلفين تماما عن اللي خدهم قبل كده. وبيكون باكت متحمس جدا وما بيهتمش بكلامها، وبياخد المحاولة الأولى وبيقع في المكان اللي بيتفتح تحته. وهنا بنروح لروز وبنشوفها وهي بتدور على باكت، وبيبان إنها حزينة جدا لأنه لسه مرجعش لحد دلوقتي، وبتقرر إنها تسيبله الباب مفتوح علشان يعرف يدخل لما يرجع. وفي جنب البيت بنشوف باكت وهو بيقع من السما، واللي بيبقى فرحان جدا لأنه أخد فرصة تانية وفعلا بيرجع للبيت وبيروح ينام جنب روز على السرير. وتاني يوم بتصحى روز على صوت لاري اللي بيعرفها إن في حد دمر خلية النحل بتاعتهم. وفي الوقت ده روز بتتصدم وبتصرخ لما بتلاقي حيوان غريب نايم على سريرها، وأول ما باكت بيبص في المراية بيكتشف إنه هو حيوان غريب، وبيجري بسرعة علشان يهرب من روز اللي بتبدأ تهاجمه. ووقت ما هو بيجري بيقابل لاري فبيتعصب جدا وبينقض عليه، لكن لاري بيقدر يتفاداه وبيخليه يصدم بأسلاك الكهرباء. وبعد شوية باكت بيرجع لجريس وبيبان إنه متكهرب، وبيطلب من جريس تفسر له اللي حصل لأنه مش فاهم أي حاجة. ووقتها جريس بتقوله إنه أخد 9 محاولات جديدة، وبتعرفه إن كل محاولة منهم هتبقى لحيوان مختلف عن اللي قبله. ووقتها بتقوله إن المهم هو جوهره مش شكل الحيوان اللي هو عليه، وبتديله المحاولة التانية وبتسيبه يقع مرة كمان. وبنروح بعدها لكريفن وبنلاحظ إنه متضايق جدا، وده لأن أتباعه دمروا المنحل مش المصل اللي روز شغالة عليه. وبيفهمهم إنه بيكره النحل جدا لأن في واحدة لدغته وهو صغير، وبيأكد لهم إن النحل مهم جدا لأنه بيلقح المحاصيل وإن من غيره العالم كله هيعيش في مجاعات. وبيعرفهم إنه هيستغل مناعة النحل الضعيفة علشان يبني ثورته، وإنه بكده هيبقى أغنى رجل في العالم وفي وقت قصير جدا. وبيطلب منهم يروحوا بيت روز مرة تانية ويدمروا المصل وما يرجعوش إلا وهم مدمرين كل اللي روز وصلت له، وبيطردهم من المكتب. وبنرجع تاني لباكت وبنشوفه وهو متضايق لأنه تحول لفار، وبيقول إن بشكله ده مستحيل روز تتعرف عليه. وبيروح يطلع على المكنسة وبيوصل للشباك وبيشوف روز ولاري، وبيلاحظ إنهم بيصنعوا ملصقات عليها صورته علشان يلاقوه. في الوقت ده لاري بيفضل يواسي روز وبيأكد لها إن باكت هيرجع لها من تاني، لكن بالرغم من الكلام ده باكت بيكون متعصب من وجود لاري وبيبقى عاوز ينتقم منه بأي طريقة ممكنة. ولما بيجي باكت يدخل من فتحة القطط اللي في الباب بيتخبط وبيترمى بره، ووقتها بتجيله فكرة تانية وبيقرر يدخل من المدخنة. وفعلا بيبدأ ينفذ الفكرة دي وبيطلع فوق سطح البيت علشان يدخل منها، ولكنه قبل ما بينط جواها بيجي صقر فجأة وبينقض عليه وبياخده. وبعد شوية باكت بيرجع لجريس وبيبان انه متعصب جدا، وفي الوقت ده جريس بتفضل تتريق عليه وبتديله المحاولة التالتة. وبمجرد ما باكت
بيفوق بيتصدم جدا لأنه تحول لصرصار، وبالرغم من كده بيقرر ينتقم ويهاجم لاري، وده لأنه شايف إنه هو السبب في كل اللي بيحصله. وهنا بنشوف لاري وهو بيحاول يواسي روز ويهون عليها، وبيفكرها إنهم وزعوا الملصقات في كل مكان، وبيطمنها إن أكيد في حد هيلاقي باكت وهيرجعه. وبمجرد ما التليفون بيرن روز بتروح ترد عليه، ووقتها باكت بيستغل الفرصة وبيدخل تحت هدوم لاري وبيبدأ يهاجمه ويعضه وبيخليه يضرب نفسه. وفي الوقت ده روز بتكون مشغولة مع كريفن اللي بيمثل إنه حزين على اللي حصل للقط بتاعها، وبيفضل يواسيها وبيفرح لما بيعرف إن معظم النحل هرب منها. وبنرجع تاني لاري اللي بيفضل يضرب نفسه وبيضطر إنه يخلع أغلب هدومه علشان يبعد الصرصار عنه، وفعلا باكت بيقع على الأرض وبيهرب بسرعة وسط الملصقات. وبعدها لاري بيرجع يواسي روز اللي بتفضل تعيط لأنها مفتقدة باكت جدا، ووقتها لاري بيحاول يقنعها بأنها لازم تتخطى اللي حصل، وده علشان تقدر تكمل المصل اللي هي شغالة عليه. فبتقتنع روز بكلام لاري وبتقوله إنها لازم تتخلص من كل حاجة بتفكرها بباكت، وفعلا بتبدأ تجمع كل الألعاب اللي كان بيلعب بيها، وبتطلب من لاري يقطع الملصقات. ولما لاري بيجي يعمل كده بيقطع باكت معاهم. وبعد شوية باكت بيرجع لجريس اللي بتفضل تتريق على شكله المتقطع، فبيتضايق باكت وبيطلب منها تحوله في المحاولة الرابعة لحيوان أليف. وفعلا جريس بتعمل كده وبتحوله لبغبغان لطيف، وبيكون البغبغان ده موجود في مركز رعاية الحيوانات الأليفة. وبمجرد ما روز بتدخل للمكان باكت بيفرح وبيحاول يلفت انتباهها، لكن وقتها روز بتبقى حزينة جدا وبتدي لصاحبة المكان كل ألعاب باكت اللي بيحاول يجذب انتباهها ليه. وفعلا روز بتاخد بالها منه وبتتعاطف معاه جدا وبتستغرب إن عيونه ملونة زي باكت. ووقتها صاحبة المكان بتعرض عليها إنها تتبنى البغبغان ده وبتأكد لها إنه هيقدر يعوضها عن فقدان القط بتاعها، لكن وقتها روز بترفض الفكرة لأنها مشغولة في تطوير المصل. وفجأة بيجي لاري وبيدي لصاحبة المكان الشجرة اللي كان باكت بيلعب عليها دايما، وبيستغرب باكت لما بيسمع لاري بيتكلم عليه وبيقول إنه كان نفسه يقضي معاه وقت أكتر وإنه هيفتقده جدا. فبيتأثر باكت وبيلوم نفسه لأنه كان عدواني مع لاري بدون أي سبب، وبيحزن جدا لما روز بتقوله إن هي مش هتقدر تاخده معاها وإنها بتتمنى له يلاقي حد يحبه ويهتم بيه، وبتسيبه وبتمشي هي ولاري. فبيتأثر باكت وبيتضايق جدا وبيبص عليهم من الشباك وهو بيعيط. وفي الوقت ده العصفور بيروح يلعب بلعبة باكت، ولما باكت بيروح ياخد الشجرة اللعبة بتقع عليه. وبعد شوية باكت بيرجع لجريس اللي بتديله المحاولة الخامسة وبتحوله لكلب في الشارع، وبنشوف باكت وهو بيتعرف على كلب تاني. وأول ما الكلب ده بيقول إن الكلاب بتقدر تتتبع الرائحة باكت بينبهر جدا وبيقرر يتتبع ريحة روز علشان يوصل لمكانها. وفعلا بيفضل يمشي لحد ما بيقرب من البيت، وهم بيراقبوا روز ولاري اللي بيكونوا قدروا يوصلوا لتركيبة المصل وبيضخوه في خلية النحل. وبمجرد ما النحل بيستنشقه بيقع على الأرض، ولكن بعد لحظات بيفوق من تاني، وده بيبقى معناه إن المصل نجح فعلا. فبتنبهر روز وبتفرح جدا وبتقول إنهم لازم يعرفوا كريفن باللي هم وصلوا له. وبنرجع لأتباع كريفن اللي بيفهموا إنهم لازم يدمروا المصل في أسرع وقت، وفعلا بيبدأوا في تنفيذ خطتهم وبيروحوا ياخدوا مضرب من العربية. لكن فجأة باكت بيقابلهم وبيجري وراهم بعد ما فهم اللي هم ناويين يعملوه. ووقتها أتباع كريفن بيطلعوا فوق العربية علشان يهربوا منه، ولأنهم بيكونوا خايفين جدا بيرموله المضرب وبيشتتوا انتباهه وبينطلقوا بالعربية. وفي الوقت ده باكت بيجري وراهم وبيفضل يطاردهم، وبيكتشفوا إن باكت نط في العربية واللي بيبدأ إنه يهاجمهم بكل قوته وبيعضهم هما الاتنين، وده اللي بيخليهم يفقدوا السيطرة على العربية لحد ما بيوصلوا لنهاية المنحدر. وقبل ما يقعوا من على الحافة بيلحقوا نفسهم وبيقفوا على آخر لحظة، وللأسف باكت بيترمى من العربية وبيقع في المية. وبعد شوية باكت بيرجع لجريس اللي بتديله المحاولة السادسة وبتحوله لسمكة، واللي بمجرد ما بيفوق بيلاقي نفسه في مكان غريب وبيتفاجئ إنه في حوض الأسماك اللي موجود في مكتب كريفن اللي بيبقى بيسمع روز وهي بتحكي له عن اللي هي وصلت له في تطوير المصل، وبيمثل إنه فرحان وبيقترح عليها هي ولاري يقدموا تجربة حية في المؤتمر العلمي، وده علشان يتأكدوا إن المصل بيقوي مناعة النحل. فبتستغرب روز من اقتراح كريفن وبتبقى خايفة جدا، وده لأن نقل النحل لمكان المؤتمر هيعرض الخلايا بتاعته للخطر وكمان ممكن يتسبب في فشل التجربة بالكامل. ووقتها كريفن بيكون مصر إنها تنفذ فكرته وبيخرجها هي ولاري من المكتب. ووقتها باكت بيبقى سامع وشايف كل اللي حصل، ولما كريفن بيتأكد إنهم مشيوا بيفتح باب تاني لأتباعه وبيبدأ يزعق لهم
كلهم لأنهم فشلوا للمرة التانية في تنفيذ خطته. وفي اللحظة دي باكت بيتصدم لما بيشوفهم وبيفهم إن كريفن شخص شرير وإنه عاوز يستغل فشل تجربة روز في حاجة معينة. وبعد شوية كريفن بيدخل لغرفة سرية وبيبقى حوض الأسماك متصل بيها هي كمان، ووقتها كريفن بيكمل كلامه وبيقول إنه هيتأكد من فشل المصل بتاع روز وإنه لازم يعمل كده في المؤتمر العلمي قدام كل اللي موجودين، وده علشان يخلي كل العلماء ينسوا فكرة الحفاظ على النحل. وفي اللحظة دي باكت بيكون متعصب جدا من كلامه وبيبقى عاوز يهاجمه بأي طريقة ممكنة. ومن ناحية تانية كريفن بيقول إن اختراعاته العبقرية هتحقق له الملايين من الدولارات، وبيروح يفتح مكان موجود فيه نحل آلي كتير جدا وبيفهم أتباعه إن النحل بينقرض بسبب مناعته الضعيفة وإن من غيره العالم كله هيعيش في مجاعات، وعلشان كده هو اخترع النحل الآلي ده. وفجأة بيخرج قفاز غريب وبيلبسه وبيتحكم في النحل وبيخليه يطير وبيبقى على أتم الاستعداد لنقل حبوب اللقاح. فبيتصدم باكت لما بيفهم إن كريفن عاوز تجربة روز تفشل قدام كل العلماء، وده علشان يستغل الفرصة في الكشف عن اختراعه الجديد. وبيتعصب جدا وبيعوم بأقصى سرعته وبينط من الحوض علشان يهاجمه، ولكنه للأسف بيقع في الكوب بتاعه بالغلط. وأول ما كريفن بيجي يشرب من الكوب بيبلع باكت وبيتخنق، وكمان المشروب بيقع على القفاز بتاعه، وبسبب اللي حصل ده النحل بيخرج عن السيطرة. فبينطلق واحد من أتباع كريفن وبيروح يطفي الجهاز بعد ما ولع، أما التاني فبيروح ينقذ كريفن وبيخليه يرجع باكت اللي بمجرد ما بيخرج من الشباك بيجي صقر وبينقض عليه فجأة وبياخده. ولأول مرة باكت بيرجع لجريس وهو فرحان جدا باللي عمله، وفعلا جريس بتهنيه على شجاعته وبتسأله هو بيحس بإيه لما بيساعد حد غيره، فبيقول لها باكت إنه بيحس إنه قط عظيم وإنه مش أناني زي ما كان قبل كده. فبتفرح جريس وبتديله المحاولة السابعة وبتحوله لحصان. وبعد شوية بنشوف باكت وهو بيبص على روز ولاري من الشباك وبيشوفهم وهم بيصنعوا أكتر من عينة من المصل، واللي بمجرد ما بياخدوا بالهم من وجوده بيخرجوا لبره البيت. وبتروح روز تقرب منه وبتحضنه وبتواسيه، وبتقرر هي ولاري يدوروا على صاحبه، وبيفضلوا هما التلاتة ماشيين لحد ما بيوصلوا لحافة الجبل وبينبهروا بجمال الغروب. وفي الوقت ده روز بتمسك ايد لاري وبيبدأ كل واحد فيهم يعترف بحبه للتاني، وبسبب كده باكت بيفرح جدا وبيقول انه هيفضل عايش هنا مع روز ولاري في الغابة. ولكنه بعدها بيتصدم لما بيشوف كريفن وهو بينزل من العربية بتاعته وبيدخل للبيت، ووقتها باكت بينطلق بأقصى سرعة علشان يروح يوقفه. وجوه البيت بنشوف كريفن اللي بيفرح لأن روز مش موجودة وبيقرر يدمج السم اللي معاه بالمصل بتاع روز علشان يموت النحل بدل ما يقوي مناعته. ولكنه قبل ما يعمل كده باكت بيتدخل وبيدمر الباب، فبيتوتر كريفن وبيخاف من باكت اللي بيضربه وبيوقع السم اللي معاه. ولما كريفن بيحاول يهرب باكت بينقض عليه وبيتسبب في ان معظم عينات المصل بتاعت روز تقع وتتدمر. وقبل ما كريفن ياخد اخر عينة باكت بيمسكه وبيرميه في سلة القمامة، وبمجرد ما روز ولاري بيسمعوا صوت خارج من البيت بيجروا ناحيته بسرعة. وللأسف كريفن بياخد عربيته وبيهرب قبل ما هما يشوفوه. ولما روز ولاري بيوصلوا للبيت بيدخلوا جواه وبيتصدموا جدا، وده لأنهم بيلاقوا كل عينات المصل اتدمرت تماما وبيفهموا ان باكت هو اللي عمل كده. ووقتها روز بتتعصب جدا وبتطرده بره وبتطلب منه ما يرجعش هنا تاني أبدا. أما لاري فبيروح يواسي روز وبيحاول يطمنها وبيقول لها انهم اكيد هيقدروا يصنعوا المصل من تاني، لكن وقتها روز بتبقى فاقدة الأمل وشايفة ان ده مستحيل لأن كل العينات اتدمرت. وفي اللحظة دي لاري بيفاجئها وبيوريها ان في عينة لسه سليمة، وبنروح بعدها الباكت اللي بيمشي وهو حزين جدا بسبب اللي حصل، وبيرجع لجريس اللي بتتعاطف معاه وبتفكره ان لسه فاضله محاولتين. ولكن وقتها باكت بيكون فقد الأمل وما بيبقاش عاوز يحاول تاني، وده لأنه مش عاوز يدمر حياة روز أكتر من كده. وفي الوقت ده جريس بتقرب من باكت وبتحاول تواسيه وبتأكد له ان روز محتاجاله أكتر من أي وقت فات، وبتديله المحاولة التامنة. وبنروح بعدها لروز ولاري اللي بياخدوا خلية النحل لمكان المؤتمر، وهناك كريفن بيرحب بيهم وبيفضل يشجعهم. وبمجرد ما بيمشوا كريفن بيتعصب على أتباعه وبيأمرهم يبدلوا المصل بتاع روز بالسم بتاعه وبيسيبهم وبيمشي علشان يطلع للمسرح. وهنا بنشوف لاري وهو بيجهز الصندوق اللي فيه خلية النحل لاستقبال المصل، وبيفهم روز إنها بمجرد ما تضغط على زر معين المصل هيوصل لخلية النحل. وبعد شوية روز بتخرج للمسرح وبيبان إنها متوترة جدا وبتبدأ تشرح لكل اللي موجودين مزايا المصل وإزاي بيقوي مناعة النحل. أما لاري فبيسيب الصندوق وبيروح يشتغل على الحاسوب بتاعه. وبنرجع تاني الباكت اللي بيلاقي نفسه
نفسه تحول لنحلة، وبيتفاجئ إنه موجود جوه الصندوق اللي فيه خلية النحل بتاعت روز، وبيفضل يتفرج عليها وهي بتقول الخطاب بتاعها، ولكنه بعدها بيتصدم لما بيشوف أتباع كريفن وهما بيقربوا من الصندوق، وده علشان يبدلوا المصل بتاع روز بالسم بتاع كريفن ويموتوا النحل. ووقتها باكت بيفضل ينادي على لاري ولكنه للأسف ما بيسمعهوش، وبيضطر إنه يخرج من الفتحة اللي في الصندوق وبيروح له وبيجذب انتباهه. وفعلا لاري بيشوف أتباع كريفن وهما بيحطوا السم في مكان المصل، ولما لاري بيحاول يمنعهم أتباع كريفن بيمسكوه وبيمنعوه من إنه يحط المصل بتاع روز. وفي اللحظة دي روز بتبقى شرحت كل حاجة عن المصل، وبتروح تضغط على الزر اللي بيطلق السم جوه خلية النحل وبيفقدهم الوعي، وده بيخلي كل اللي موجودين يتصدموا من اللي حصل. وبنرجع تاني لباكت اللي بيقرر يضحي بنفسه وبيروح يلدغ الشخص اللي ماسك لاري وبيحرره، ولكن للأسف الشخص التاني بيمسكه وفجأة باكت بيختفي. ومن ناحية تانية كريفن بيطلع للمسرح وبيستغل اللي حصل وبيقول لكل اللي موجودين إن روز أثبتت إنهم ما ينفعش يعتمدوا على النحل في تلقيح محاصيلهم، وعلشان كده هو اخترع نحل آلي يقوم بالمهمة دي، وبيبدأ يتحكم في النحل بتاعه باستخدام القفاز وبيبهر بيه كل اللي موجودين. وفجأة النحل بيروح يحاصر روز لأن في حبوب لقاح كتير جدا على هدومها، وده بيدل إن اختراعه نجح فعلا، وبيرجع يتحكم في النحل من تاني وبيخليه حقيقي قدام كل اللي موجودين. ووقتها روز بتفهم إن كريفن كان بيستغلها طول الوقت. وبنروح بعدها الباكت اللي بيرجع لجريس وبيطلب منها تديله المحاولة التاسعة، وبيبقى عاوز يتحول لحيوان مفترس زي دب عملاق أو ديناصور. جريس بتجيلها فكرة وبتديله آخر محاولة، وبنروح بعدها لاري وبنشوفه وهو بيحاول يشيل السم من مكانه. وبعد شوية لاري والشخص اللي معاه بيتخضوا لما بيظهر لهم دخان مرعب كتير، وفجأة باكت بيظهر بشكله الحقيقي وبيخرج من وسط الدخان ده وبيبدأ يهاجم الشخص اللي ماسك لاري وبيخربشه. ولما الشخص التاني بيفوق بيمنع لاري من تغيير السم، وبسبب مهاجمات باكت الستار بتاع المسرح بيقع، ووقتها كل اللي موجودين بيتصدموا لما بيشوفوا اللي بيحصل، فبيستغل لاري الفرصة وبيضرب الشخص اللي ماسكه. أما روز فبتفرح جدا لما باكت بيروح لها وبيحضنها، وفي اللحظة دي لاري بيفهم كل اللي موجودين إن الشخصين دول بدلوا المصل الحقيقي علشان يسمموا النحل، فبيتوتروا أتباع كريفن وبيعترفوا بكل حاجة وبيقولوا إن كريفن هو اللي أمرهم يعملوا كده. فبيتعصب كريفن جدا وبيحاول يتحكم في النحل الآلي علشان يهاجمهم، ولكن لحسن الحظ القفاز بتاعه ما بيشتغلش، وفجأة النحل بيفوق من تاني بسبب المصل بتاع روز اللي قدر يقوي مناعتهم وحماهم من السم. فبيفرحوا كل اللي موجودين لما بيشوفوا اللي بيحصل وبيحيوا روز اللي بتبقى فرحانة برجوع باكت ليها وبتحضنه وهي سعيدة جدا. ولكن فجأة كريفن بيستعيد التحكم في القفاز وبيخلي النحل الآلي يهاجم روز، فبيتصدموا كل اللي موجودين وبيهربوا من المكان. وكمان روز بتجري وبتخرج بسرعة علشان تهرب من النحل اللي بيطاردها، أما لاري وباكت فبيروحوا وراها علشان ينقذوها. ولما كريفن بيجي يطاردهم بيتخبط وبيقع على الأرض، ولحسن الحظ حبوب اللقاح بتقع عليه وده بيخلي النحل يلدغه. وبنرجع لروز وبنشوفها وهي بتحاول تهرب من النحل، وبتفضل على كده لحد ما بتوصل لنهاية الحافة، وهناك النحل بيقرب منها وبيحاصرها، ولما روز بتحاول تبعد عنه بتقع في المية بالغلط، ووقتها النحل بينط وراها وبينفجر واحدة ورا التانية. وللأسف روز ما بتعرفش تعوم وبتبقى خلاص هتغرق، ولكن باكت بينط وراها وبيغوص وبينزل يدفعها لحد ما بيوصلها للمرسى. وفي الوقت ده لاري بيسحبها من ايديها وبينقذها، وللأسف باكت بيتعب وما بيقدرش يعوم تاني وبيفقد قوته وبيغرق في المية. وبسبب اللي حصل ده روز بتحزن جدا وبتبقى عاوزة تنزل وراه، ولكن وقتها لاري بيمنعها وبيسحبها وبيخرجها. وبنروح بعدها الباكت اللي بيرجع لجريس من تاني وبيتفاجئ لما بيشوف ان في احتفال كبير معمول علشانه، وفي الوقت ده جريس بتحضنه وبتهنيه على شجاعته، فبيفرح باكت وبيشكرها على كل اللي هي عملته علشانه وبيودعها وبيروح يركب في المصعد وبيختفي تماما لان دي كانت اخر محاولة ليه. وبعد فترة طويلة بنشوف بنت صغيرة بتدخل لمركز رعاية الحيوانات، وهناك صاحبة المكان بتديها قط لسه مولود، ووقتها البنت الصغيرة دي بتحضنه وبتبقى فرحانة جدا بيه. وأول ما القط بيفتح واحدة من عيونه بيشوف والد ووالدة البنت واللي بيكونوا هما روز ولاري، ولما بيفتح عينه التانية بنكتشف إنه هو باكت. ولما روز بتشوف عينيه الملونة بتفتكر القط بتاعها وبتكون فرحانة بيه جدا، وفعلا بتقرر تاخده علشان تتبناه. وبيخرجوا كلهم من المركز وبتقترح على بنتها إنها تسمي القط ده باكت، وفعلا الاسم ده بيعجبها. ولما باكت بيركب معاها العربية بيبص على صاحبة المركز وبيكتشف إن هي نفسها جريس اللي بتودعه وبتختفي هي والمركز بالكامل.
كامل. وأخيرا باكت بيعيش مع أصحابه حياة سعيدة بعد ما خاض مغامرات خطيرة وفهم فيها المعنى الحقيقي للوفاء والصداقة. وبكده يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم منا كل جديد.